السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة السابعة من بودكاست فذكر. النهاردة هنتكلم عن الرضا بقضاء الله وقدره، حاجة كلنا محتاجينها في حياتنا، خاصة لما نمر بمواقف صعبة ونحس إن الدنيا ضدنا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لغيرك فالدال على الخير كفاعله. استنوا ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم وفي الكومنتات قبل ما نبدأ. يلا بينا نبدأ على بركة الله. تعالوا نعرف يعني إيه الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا مش معناه انك تستسلم وتقول خلاص ده قدري من غير حتى ما تحاول، ولا كمان معناه انك تفضل زعلان ومكسور لان الحاجه حصلت عكس اللي كنت عايزها. الرضا الحقيقي انك تعرف ان اي حاجه بتحصل في حياتك سواء حلوه او وحشه او حتى كانت صعبه هي الحكمه ربنا شايفها حتى لو انت مش فاهمها دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني لو جالك خير فشكر ربنا على الخير ده يخليه نعمة ليك، ولو جالك ابتلاء لا قدر الله فصبرك عليه يخليه برضه خير ليك. طيب السؤال هنا، إزاي نوصل للرضا؟ علشان نوصل للرضا من قلوبنا لازم نفهم ان كل حاجة بتمر بيها مكتوبة ليك، وربنا سبحانه وتعالى مش بيظلم حد. قال الله تعالى: ان كل شيء خلقناه بقدر. وده بيأكد ان كل حاجة في الدنيا مخلوقة بحساب وتقدير من عند ربنا. مفيش حاجة بتحصل صدفة او بدون سبب، كل حاجة في حياتنا من رزق واحداث واقدار مكتوبة بحكمة يعلمها الله. فالمؤمن يطمن ان كل حاجة بتحصل له مقدرة وليها حكمة حتى لو مش فاهمها دلوقتي. وعلشان توصل للرضا لازم تسيب الماضي وتعيش الحاضر، ما تفضلش تفكر ليه حصل كده وكان المفروض يحصل كده، لان التفكير في اللي فات مش هيغير حاجة. وعلشان توصل للرضا لازم يكون عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى حتى لو مش فاهم الحكمة دلوقتي. خليك واثق ان اللي حصل ده هو الافضل والخير ليك. قال الله تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وده لان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يعرف بما هو خير لنا وننتفع به وبما هو ايضا شر لنا. وبرضه علشان نوصل للرضا في قلوبنا لازم نكثر من الدعاء والاستغفار، لان القرب من ربنا بيحسسك بالراحه والطمأنينه في قلبك. طيب تعالوا احكي لكم قصه عن الرضا بالقضاء والقدر وهوريكم الخير اللي بيجي بمجرد انك رضيت بما قسمه الله لك. كان في راجل صالح عنده حصان غالي جدا، وفي يوم من الايام الحصان هرب منه، فالناس قالوا له يا خساره دي مصيبه كبيره. الراجل كان كل رده يمكن خير. بعد فترة الحصان رجع ومعاه مجموعة من الأحصنة البرية، فالناس وقتها قالوا له يا بختك ده رزق كبير. برضه رد عليهم وقال لهم يمكن خير. بعد كام يوم ابنه كان بيجرب الحصان من الأحصنة البرية الجديدة، فوجع من على الحصان واتكسرت رجله، فالناس قالوا له يا خسارة دي كارثة ومصيبة. رد الراجل بنفس الهدوء زي كل مرة وقال يمكن خير. وبعدها بفترة جاء أمر ملكي بتجنيد الشباب للحرب، ولكن ابنه استثنى بسبب إصابته. سبحان الله في حكمته وتدبيره للخير لينا. شايفين الحكمة؟ الحاجة اللي كانت باينة إنها مصيبة طلعت في الآخر خير، واللي كانوا فاكرينه رزق كان سبب في إصابة ابنه. المعنى هنا إنك ما تتسرحش في الحكم على اللي بيحصل، لأن الخير ممكن يكون في اللي انت مش شايفه دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. عايز أقول لكم إن الرضا مش مجرد كلمة بنقولها، دي حالة قلبية بتهديك وبتخليك عايش مرتاح مهما حصل حواليك. لما تحط في قلبك إن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يصيبك هتعيش راضي وسعيد حتى لو الدنيا حواليك مش ماشية زي ما كنت متوقع. ربنا يجعلنا من الراضيين بقضائه وأقداره ويكتب لنا الخير في كل أمورنا يا رب، اللهم أمين. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.